ازيكم يا جريد فور، عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد. النهاردة بقى هنحل مع بعض homework sheet in week 9، وده هنحل فيه على unit 2 اللي هو motion concept number 1 starting and stopping. أول حاجة بيقولي complete the following statement. question number 1 بيقولي the shock wave truck is stopped by. الشوك wave truck لما كنا عايزين نوقفها كنا بنوقفها ازاي؟ شاطرين ان احنا كنا بنستخدم 3 باراشوت عشان نعملها ستوب، عشان نوقف الحركة بتاعتها. طب فاكرين عشان نحركها كنا بنستخدم ايه؟ شاطرين 3 جيت انجن، يعني 3 محركات. تمام كده، يبقى لما يجي يقول لي هنا ان هو عايز يوقف الشوك ويف تراك يبقى هنستخدم ايه؟ 3 باراشوتس. question number 2 بيقول لي opening the door handle is dots force. هو انا لما اجي افتح باب الشقه بعمل ايه؟ اول حاجه بمسك الهاندل بتاعه الباب واعمل موف للهاندل دي toward me، ناحيتي، صح كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ pulling force، ان انا بعمل pulling force يعني سحب. question number 3 بيقول لي shock wave truck supplied with parachutes. الشوك ويف تراك فيها كام باراشوت؟ شاطرين 3. question number 4 بيقولي the speed of truck different according to. السرعة بتاعة التراك بتختلف على حسب ايه؟ يعني مثلا ايه اللي يفرق لي او ايه اللي يميز التراك دي عن التراك دي، او ايه اللي يخلي التراك دي سريعة جدا والتراك دي بطيئة شوية؟ شاطرين الانجن باور، يعني قوة المحرك. لو القوة بتاعة الانجن كانت قوية قوي ده يخليلي التراك move very fast، بيمشي بسرعة جدا. ولو الانجن دي ضعيفة شوية ده بيخلي التراك move slowly، يتحرك ببطء شوية، صح كده؟ يبقى السبيد اوف تراك، سرعة التراك بتعتمد على الايه؟ شاطرين الانجن باور اللي هي قوة المحرك. بعد كده بيقولي put true or false. question number 1 object don't move if no force affects them. بيقول لي اي object don't move يعني مش هيتحرك لو مفيش force اثرت عليه. الكلام ده true ولا false؟ طبعا true. ليه يا مس؟ اي object واقف انت ما عملتش عليه force ولا عملت عليه pushing force ولا pulling force، خلاص هو هيفضل واقف زي ما هو، هيبقى no movement، مفيش حركة، صح كده؟ يبقى الأوبجكت يبقى don't move if no force affects them، طبعا true. question number 2 بيقولي the body is static when it is moved from one place to another. يعني ايه static؟ يعني static يعني في حالة سكون وثبات، يعني ما بيتحركش. بيقولي الجسم بيبقى في حالة static ثبات when it move لما يتحرك من one place to another، من مكان للتاني. طب هو لما يتحرك من مكان للتاني ده معناه ان هو في حالة ثبات؟ لا طبعا، يبقى الكلام ده false. question number 3 بيقول لي the engine of the jet plane is weaker than the engine of the car. بيقول المحرك بتاع الجيت بلين أضعف من المحرك بتاع الكار. طيب هو البلين أسرع ولا الكار؟ طبعا البلين. طب ليه هي أسرع من الكار؟ علشان الانجن اللي فيها، المحركات اللي فيها بتبقى stronger than أو أقوى من الكار، فده اللي بيخليها تبقى أسرع من الكار. فلما يجي يقول لي هنا إن الانجن بتاعة الجيت بلين is weaker than، أضعف من الانجن بتاعة الكار، يبقى الكلام ده طبعا false. question number 4 بيقولي the movement of the planets can be seen in the sky. بيقولي حركة الكواكب اللي بتكون موجودة في السماء احنا نقدر نشوفها can be seen؟ طبعا لا، ما نقدرش نشوفها. زي برضو الموفمنت بتاع الإيرث around the sun، دوران الأرض حوالين الشمس، احنا نقدر نشوفه؟ لا ما نقدرش نشوفه. يبقى الحاجات دي can't be seen، can't be seen يعني ما اقدرش اشوفها. تمام كده؟ يبقى هنا لما يجي يقول لي الموفمنت بتاعة البلانيتس، حركة الكواكب can be seen، اقدر اشوفها؟ طبعا false. بعد كده بيقول لي write the scientific term، يعني اكتب المصطلح العلمي. question number 1 the force that make object move away from you. ايه الفورس اللي بتخلي الاوبجكت ده move away from you، يعني يبعد بعيد عنك؟ انت كنت بتعمل ايه عشان تخلي الاوبجكت move away from you؟ شاطرين، كنت بتعمل pushing force، يعني بتدفع الحاجة بعيدة عنك، يبقى ده pushing force. question number 2 بيقول لي a force that cause object move toward you. ايه الفورس اللي انت كنت بتعملها للأوبجكت عشان تخليها move toward you، يعني تتحرك ناحيتك؟
شاطرين. البولينج فورس كنت بتعمل سحب للأوبجكت ده عشان يتحرك ايه toward you، يعني يتحرك ناحيتك. بعد كده بيقولي write what is the meant by each of the following، يعني عرف لي الكلمة دي. أول حاجة movement، الحركة. طيب يعني ايه movement؟ الموفمنت اللي هي هياها motion. طب ايه موشن يعني حركة. طب ببساطة كده انا امتى بقول ان الاوبجكت ده حصل له موشن؟ لما يعمل change in position، يغير المكان بتاعه. طيب انا قلت ليه هو غير مكانه؟ ممكن يكون هو ده مكانه في الاول، لما جيت قارنته بفيكسد بوينت زي مثلا الباب او الحيطة، لقيت لا ان هو بعد عنهم شوية، فده معناه ان هو عمل change في البوزيشن بتاعه، غير المكان بتاعه. صح كده؟ ده كده تعريف الموشن. يبقى اكتب ايه؟ any change in position، أي تغيير في المكان of an object relative to fixed point، مقارنة بfixed point اللي احنا قلنا مثلا ممكن تبقى حيطة، ممكن تبقى باب، ممكن يبقى شجرة، الكلام ده كله. تمام كده؟ طيب بعد كده الجرافيتي. يعني ايه جرافيتي؟ يعني جاذبية. طيب الجرافيتي دي كانت بتعمل ايه؟ الجرافيتي دي كانت بتعمل pulling force، كانت بتسحب اي object toward the earth's surface. صح كده؟ كانت بتسحب اي اوبجكت لاسفل كده ناحية مين؟ ناحية الارث سيرفيس. هي دي كده الجرافيتي. نبقى نكتب ايه مع بعض؟ it is the force that pulls object down toward the earth's surface. كده احنا نكون خلصنا مع بعض homework sheet in week 9. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله نحل مع بعض فيديو جديد weekly test sheet in week 9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.